بعد ما ابويا مات كل اللي حوالينا اتكشفوا على حقيقتهم، اتحولوا لكلاب مسعورة عايزين بس ينهشوا فيا انا وامي. انا حنين، كنت وحيدة ابويا وامي. امي ست بيت وابويا كان فاتح ورشة ميكانيكا على قده كده. طول ما ابويا كان عايش انا وامي الحمد لله ما كانش ناقصنا اي حاجة، لكن بعد ما مات بما ان انا البنت الوحيدة وما عنديش اي اخوات صبيان، طلعوا عمامي اللي ما كانوش بيسألوا علينا ولا كنا حتى بنشوفهم من تحت الارض عايزين يورثوا في الورشة اللي حلتنا وفي البيت كمان. تخيلوا، مرضوش حتى يسيبولنا البيت، وما كانش عندهم مانع ان انا وامي نترمي في الشارع علشان كل واحد ياخد حقه. وفعلا بعنا الورشة وتمنا البيت وادينا لكل واحد فيهم حقه في الورشة، وحقنا اللي خدناه من الورشة اديناه لهم تاني علشان ما نبيعش البيت اللي حلتنا ونترمي في الشارع. وبعد كده ما بقاش حلتنا غير السقف اللي قوينا انا وامي وشوية ملاليم متبقيين من الورث مش هيكفونا حتى شهر واحد. قعدت مع نفسي ولما استوعبت الحال اللي انا فيه انهارت من العياط. دخلت عليا امي وشافتني بعيط، قعدت جنبي وطبطبت عليا وقالت لي بتعيطي بس ليه يا حنين يا بنتي؟ قلت لها بعيط ليه؟ انتي مش مستوعبه الحال اللي احنا فيه يا ماما، احنا ما عندناش فلوس نكمل حتى اخر الشهر. طبطبت عليا وقالت لي ما تقلقيش يا بنتي، ربنا مش هيسيبنا وبكره تتعدل. انفعلت عليها ودي يمكن اول مره انفعل على امي، وقلت لها هتتعدل ازاي يعني؟ الدنيا هتمطر فلوس؟ ما انت لو كنت خدتي ورثك من جدي ما كانش ده بقى حالنا. زعقت فيا امي لما قلت لها كده وقالت لي تاني يا حنين، هو احنا مش قفلنا يا بنتي على موضوع فلوس جدك ده؟ يا بنتي دي فلوس حرام، انت عايزه ادخل عليكي فلوس حرام؟ ومن يوم ما وعيت على الدنيا تقريبا وامي مقاطعه ابوها واهلها، وده بسبب بقى ان جدي الله يرحمه كان ليه في امور السحر والاعمال والحاجات دي، وكان مشهور وصيته زاع في القريه كلها، واي حد في القريه كان عنده مشكله كان يروح له عشان يحلها له بمساعده طبعا الجن والشياطين والعياذ بالله. فبالتالي جمع فلوس كتيره جدا وعمل ثروه كبيره من ورا الموضوع ده. بس امي هي الوحيده من ضمن اخواتها اللي كانت مقتنعه ان اللي ابوها بيعمله ده حرام وكفر، واقنعته كتير ان هو يقلع عن السكه اللي هو ماشي فيها دي، بس ما كانش بيوافق ابدا. لغايه من حوالي 5 أو 6 سنين كده لما جدي توفى، نادى خالي خالد امي وخالتي نوال علشان يجوا ياخدوا ورثهم في ابوهم، بس هي برضه موافقتش وقالت لهم انها مش عايزه اي حاجه منه. ولما اصروا انهم يدوها الفلوس قالت لهم خلاص ابقوا اتبرعوا بيها على روحه يمكن ربنا يغفر له اللي عمله. ومن يومها خالي وخالتي كملوا في نفس الطريق بتاع ابوهم، لكن امي لما لقيتهم مصرين على اللي هم بيعملوه قطعتهم هم كمان، واخبارهم اتقطعت عننا من اليوم ده. المهم قعدت فكرت كتير مع نفسي وفي الاخر قررت اني لازم اخد ورث جدي، ما هو مفيش حل تاني. هنعمل ايه يعني؟ هنشحت ولا هنمد ايدينا للناس ولا هنعيش بقى من غير لا اكل ولا شرب؟ واحده زي من بعد الثانويه العامه ما كملتش تعليمها لاني صراحه ما كانش ليا في موضوع التعليم ده، وامي ست بيت طول عمرها لا اشتغلت ولا فكرت في يوم انها تشتغل، وبالنسبه لي انا ما كانش عندي اي مؤهلات تاهلني لسوق العمل ولا حتى اي فكره انا هروح فين ولا اجي منين ولا اعمل ايه ولا هقدم على شغل ايه حتى. ففي الاخر قررت ان هروح لاخوالي وهطالبهم بورث من جدي، وكنت عارفه طبعا ان امي ممكن تزعل وتتعصب عليا، وما اكدبش عليكم برضو كنت خايفه من ردة فعلها، لكن يعني هيكون اخرها ايه بعد ما هتديني كلمتين؟ في الاخر انا وهي ملناش الا بعض. وبعد ما اخيرا اخدت القرار خلاص ان انا هروح لاخوالي، افتكرت ان انا اصلا معرف لهمش عنوان، بس جدي كان حد مشهور قوي في زمانه والناس كلها اكيد تعرفهم، واكيد اول ما اقول اسمه لاي حد الف مين هيدلني على مكان ولاده. بس كده يبقى فاضل امي، هقول لها بس انا رايحه فين ولا جايه منين؟ انا تقريبا ما بخرجش غير لما ماما بتكون محتاجه حاجه من البيت، بروح اجيبها وبرجع على طول. المهم بعد طول تفكير قررت ان انا هقول لها هخرج مع واحده صاحبتي شافت لي شغل في محل ملابس كده، هروح اشوف المكان واقابل صاحب المحل علشان نتفق على الشغل. وفعلا لما قلت لامي كده مشيت عليها الكدبه وصدقتني، وفضلت كمان تدعيني ان ربنا يوفقني في الشغل الجديد. وانا كمان كنت مبسوطه جدا ان الكدبه دخلت عليها وما حسيتش بحاجه. ونزلت فعلا، وبعد ما سالت وصلوني الناس لبيت معين. خبطت وفتح راجل وقال لي ايوه يا بنتي انت مين؟ قلت له ده بيت الشيخ علوان. مظبوط، انت مين بقى وعايزه ايه؟ قلت له انا حنين بنت فاطمه بنت الشيخ علوان. فرح جدا الراجل ده لما عرف انا مين، وقال لي انا خالد جلال يا حنين يا بنتي، ازيك تعالي اتفضلي. دخلت البيت واول سؤال سالهولي امك كويسه؟ قلت له ايوه يا خالي كويسه ما تقلقش، انا بس جايلكم في موضوع كده عايزه اتكلم معاكم فيه. رحب جدا بيا وقال لي بيتك ومطرحك يا بنتي، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي، قولي واتكلمي في الموضوع اللي انت عايزاه، خطوه عزيزه يا حنين يا بنتي. المهم دخلت وعيني بدأت تتفرج على البيت. ايه الجمال والحلاوة دي! البيت واسع جدا، حرفيا انا وامي بقى عايشين في عشة مقارنة بالبيت اللي اخوالي عايشين فيه ده. انا مش فاهمة صراحة امي ليه رافضة النعيم ده ومتمسكة بالعشة اللي احنا عايشين فيها. الفلوس حرام قال،
هو احنا يعني اللي كنا جبناها ولا كسبناها بالحرام؟ اللي كسبها بالحرام هو اللي يتحاسب عليها، احنا يا دوب بس هنورثها. صراحة انا مش لاقي اي تفسير للموقف اللي امي متمسكة بيه ده. على اي حال كويس ان انا اخيرا فكرت ان انا اجي لاخوالي واطلب بالورث، والا كان زماني هموت من الجوع جنب امي. المهم دخلت وقعدت في وسط خالي وخالتي وحكيت لهم على كل حاجة تخص حياتي انا وامي والعيشة الفقر والهباب اللي احنا عايشينها، وطلبتهم بورث امي في جدي، وحكيت لهم على سبب رفض امي للورث. بس قلت لهم برضو اذا كانت امي مش عايزه الورث فانا عاوزاه، والحمد لله ما كانش عندهم مانع ابدا، ووافقوا ان انا اخد الورث كله. الورث كان عباره عن فلوس واملاك، فقلت لهم ان انا مش هقدر اتصرف في الاملاك دلوقتي، لكن ممكن اخد الفلوس، وبرضو مش هقدر اخدها مره واحده، انا هاخد مبلغ كل شهر يمشيني انا وامي، لان طبعا انا مش هقدر اخش عليها بالفلوس كده مره واحده، وهو كمان يكون قدامنا شويه وقت نشوف هنتصرف في موضوع الاملاك ده ازاي. وطلبت منهم ان الموضوع ده يكون سر بيني وبينهم، ومحدش منهم ابدا يجيب سيره لامي، لانها طبعا لو عرفت هترفض انها تاخد الفلوس دي، ده غير المشكله الكبيره اللي ممكن تحصل بيني وبينها. المهم وافقوا فعلا وطمنوني انهم مش هيجيبوا لها سيره. قعدت الشويه اللي قعدتهم معاهم بصراحه كانوا شايليني من على الارض شيل، وقدموا لي كضيافه كل الخير اللي عندهم. صراحه عرفوا يكسروا الحاجز اللي بيني وبينهم كاول مره يعني اخش بيتهم، واتعرفت على مرات خالي واولاده ولعبت معاهم كمان، وتعرفت على خالتي وعرفت انها ما اتجوزتش رغم كبر سنها. ما اهتمتش ولا سالت عن السبب، اصلا ما يهمنيش، انا كنت جايه بس لغرض معين والحمد لله قضيته. بس الموضوع ما انتهاش لغاية هنا، فاضل كده مشكلة تانية وهي أمي. يا ترى هقول لها أنا جبت الفلوس دي منين؟ طبيعي يعني هتكشفني، لأن كده كده بيتنا ما فيهوش ملمين على بعض. فكرت كتير قوي، وألف سؤال وسؤال جه في دماغي بعد ما طلعت من بيت إخوالي، بس الحمد لله ربنا حلها لي قبل ما أروح البيت. وأنا ماشية في الشارع لقيت إعلان متعلق على ورشة خياطة أو تقريبا مصنع صغير كده، طالب عاملات بنات. بس هي دي، جريت عليهم وقلت هقدم يمكن الحظ يلعب معايا واقبل. وطبعا عارفة ان كده كده المرتب هيبقى معدوم يعني، بس هتبقى حجة اقولها لامي عن مصدر الفلوس اللي معايا، وهو كده يبقى بشتغل وطبيعي ان يبقى معايا فلوس. المهم دخلت المكان، وكان عبارة عن شقتين مفتوحين على بعض، فيهم حوالي 10 ماكينات خياطة وترابيزات عليها قماش. المكان زي ما قلتلكوا كان عبارة زي المصنع الصغير كده، وبما اننا كنا بالليل ما كانش في اي حد موجود في المكان غير شاب واحد بس كان واقف بعيد وكان مديني ظهره. فلما دخلت ناديت عليه وقلت له لو سمحت انا جيت هنا على اساس الاعلان اللي متعلق بره. وفجأة الشاب ده بدأ يتضير ويبص لي، وفي اللحظة دي عيني جت على اجمل حاجة ممكن تشوفها في حياتها كلها، شاب جميل ووسيم وطويل وعريض. عرفني بنفسه وقال لي انا مستر عمر صاحب المصنع ده، وكمل وفضل يتكلم شوية على نظام الشغل، وانا واقفة بصاله ومتنحة قدام جماله، كان ياخد القلب والعقل حرفيا. بس للأسف اول حاجة فكرت فيها ان ابص على ايده اشوفه كده مخطوب ولا متجوز، لقيته حاطط دبلة في ايده الشمال، يعني للأسف متجوز. يا خسارة ماليش في الطيب نصيب. يلا مش مهم، المهم الشغل اللي انا جاية عشانه. وفي الاخر قبلت الحمد لله ووافق ان هو يشغلني عنده في المصنع. وروحت الأم اليوم ده وفهمتها إن أنا لقيت مصنع كبير وكان عايز موظفين، ولما رحت قدمت قبلني واتفقوا معايا على مرتب كبير الحمد لله. أمي فرحت جدا بالكلام ده وفضلت تدعيلي إن ربنا يوسع رزقي وتعيط، وفي الآخر قالت لي استني أنا هقوم أجيب لك تاكلي، تلاقيكي يا بنتي ما اكلتيش حاجة طول النهار. بصيت لها كده باستغراب وقلت لها أكل؟ هو في أكل يا ماما؟ قالت لي طبعا الخير كله موجود ما تقلقيش. قلت لها انت جبت الفلوس دي منين يا ماما؟ قالت لي اتصرفت. قلت لها جبت الفلوس منين يا ماما؟ انا متاكده ان ما كانش في مليم واحد في البيت. وانا بكلمها بصيت في ودنها ما لقيتش الحلق اللي كان حيلتها، كانت وارثاه عن امها الله يرحمها. قلت لها انت بعت الحلق يا ماما؟ بعت الحلق علشان شويه اكل وشرب؟ قالت لي وماله يا بنتي، طالما موجود اللي يسد دقيقتنا ما بيعوش ليه؟ بعته وجبت اكل للبيت ودفعت الكهرباء والميه وسددت كل الديون اللي علينا، وبكره ربنا يفرجها. قلت لها ربنا يفرجها؟ منهم لله عمامي اللي اكلوا ورثنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ردت عليا وقالت لي ده حق ربنا يا بنتي وورثهم، واما احنا فانا متاكده ان ربنا مش هيسيبنا، وهو انت اشتغلتي وهتقبضي مرتب كبير ان شاء الله، وامورنا هتتعدل وتتيسر، ربك يا بنتي ما بينساش عباده، ما تقلقيش. بدات الشغل تاني يوم. ال10 مكانات بتوع الخياطه كانوا قدام مكتب مستر عمر اللي كان متقفل بالازاز، وانا كنت قاعده على المكنه اللي قدام المكتب مباشره. كانت عيني عليه طول ما انا قاعده في الورشه، كان عنده كاريزما وهيبه جبارين، ما كنتش بقدر اشيل عيني من عليه. معقول يكون في حد بالجمال ده؟ ويا ريته بس على قد الجمال،
ده جمال واحترام واخلاق. دي الورشة كلها ما فيهاش غير بنات حواليه، وعمري ما شفته في يوم بيبص البنت كده ولا كده، ولا حتى تطاول على اي حد فينا باي شكل من الاشكال. لما كان يعدي من جنبي ويعدل عليا في حاجة من اللي بخيطها ولا حاجة، كنت اشم ريحة البرفان بتاعه. كنت بحس اني في الجنة في اللحظات دي. ما كنتش بتمنى انه يمشي من جنبي. كل يوم كان بيعدي كنت بحبه وبتعلق بيه اكتر من اليوم اللي قبله. بس للأسف الحلو ما يكملش. البيه متجوز، يا بخت مراته اللي واخدة كل الجمال ده لوحدها. اشمعنى هي اللي هتكون متجوزة واحد زي ده؟ اشمعنى هي اللي تكون مرتاحة وسعيدة ومش ناقصها حاجة، وانا اللي اكون بشتغل ومتمرمطة في ورشة زي دي، وبفكر ليل ونهار هقول لأمي جبت الفلوس اللي ورثتها من جدي منين؟ يا لهوي، دي لو عرفت تطاين عيشتي، دي مش بعيد تخليني ارجع الفلوس اللي انا خدتها. ارجع ايه؟ ده انا يدوب في الكام يوم اللي فاتوا دول صرفت يجي 10,000 جنيه. مستحيل طبعا هعرف ارجعهم. كنت بجيب بيهم لبس وشنط وجزم عشان ابقى حلوة كده وجميلة. يمكن مستر عمر باشا يفكر يبصلي في يوم من الايام. من ساعة ما بدأت اشتغل وانا اتقدم لي عريس واتنين وتلاتة، بس رفضتهم طبعا كلهم، علشان ما كنتش قادرة اتقبل فكرة ان في حد ممكن يكون جوزي وحبيبي الا مستر عمر. وفي يوم لقيته داخل يضحك ومبسوط قوي وماسك واحدة في ايده، ولما ضحكوا وهزاروا معاها لفت نظر البنات اللي كانت موجودة، فلقيناه بيقول لنا انا هعرفكم عليها، دي عبير مراتي. وخد الهانم ودخل المكتب بتاعه ويكملوا ضحك وهزار، وانا كنت بموت مع كل ثانية بتعدي وهم بيضحكوا ويهزروا مع بعض. كان هان عليا اخنقها، اموتها وابعدها عن سكتي بقى انا وهو. كانت بتعدي عليا اللحظات وهم قدامي كأنها سنين. كنت ماسكة دموعي بالعافية. بس بعد شوية استأذنت من المشرفة اللي كانت واقفة علينا وقلت لها أنا عايزة أروح الحمام. وأول ما دخلت انهارت في العياط. أي نعم أنا كنت عارفة إن هو متجوز، بس ما كنتش فاكرة إن الموضوع هيبقى صعب عليا قوي كده لما أشوفها قدامي معاه. بعد ما خلصت كل طاقتي في العياط طلعت، وكان باين عليا طبعا التعب والإرهاق، لدرجة إن المشرفة سألتني أنت كويسة يا حنين؟ قلت لها أنا محتاجة أروح النهاردة، ممكن؟ قالت لي ماشي أنا ما عنديش مانع، بس لازم تقولي لمستر عمر الأول. قلت في سر تاني هدخل عشان أشوفها قاعدة معاه. ولما دخلت كانوا هما الاتنين بيتكلموا مع بعض، وأول ما دخلت سكتت وحطت رجل على رجل ومسكت الموبايل بتاعها تبص فيه لغاية ما خلص كلام أنا وامشي. أنا مش عارفة صراحة واحد زي مستر عمر مستحمل واحدة زيها كده ازاي؟ ايه الأنعارة والفشخرة اللي هي فيها دي؟ حاولت بسرعة أقول الكلمتين اللي أنا جاية أقولهم لمستر عمر قبل ما أموتها وأخنقها بإيدي قبل ما أطلع من عنده، وفعلا سمح لي إن أنا أمشي. مشيت وأنا كلي قهرة وحسرة على حالي. فضلت ماشية في الشارع أعيط بصمت، مش مركزة أنا ماشية ازاي ولا رايحة فين. كل تفكيري في مستر عمر ومراته الحربوقة دي، لغاية ما ببص لقيت نفسي قدام بيت إخوالي. خبطت عليهم لقيت خالتي هي اللي فتحت. ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري عليها وبحضنها وميتة من العياط. طبطبت عليا بفجعة وقالت لي مالك يا بنتي، مالك، ايه اللي حصل؟ بتعيطي كده ليه؟ فجعتيني. وخدتني على طول على اوضتها وقفلت علينا. طلعت لها كل اللي في قلبي وحكيت لها على كل حاجة بيني وبين مستر عمر، وقد ايه انا بحبه وبتمنى يكون ليا في يوم من الايام، وقد ايه انا بكره مراته ومش طايقاها حتى تكون على وش الدنيا كلها. قامت مطبطبة عليا وقالت لي ودي حاجة تستاهل دمعتك يا عبيطة؟ قلت لها وفي حاجة يا خالتي ممكن تحصل اكتر من اللي انا فيه ده؟ قالت لي يا بت ده انت قدام خالتك نوال اللي انت لسه مش عارفة قيمتها. قلت لها قصدك ايه يا خالتي؟ قالت لي كل اللي انت عايزاه هيكون، عايزاه يحبك هيحبك، عايزاه يطلق مراته كمان هيطلقها، ومش كده وبس، عايزاها تمرض تتجنن، كل اللي انت عايزاه يا حبيبتي هعملهولك، ده انت بنت الغالية. سكت من العياط وقلت لها بجد يا خالتي؟ قالت لي بجد يا عيون خالتك، انت الظهر لسه ما تعرفيش عيلتك دي تبقى مين وتعرف تعمل ايه، ودلوقتي امسحي عيونك الحلوة دي، العيون دي ما ينفعش تعيط، العيون دي اتخلقت للضحك والسعادة وبس. وبعديها مشيت من عند خالتي بعد ما اطمنت عليا ان انا خلاص بقيت تمام. وانا في السكة لبيتي قعدت افكر في كلام خالتي، وطبعا كنت متأكدة 1,000,000% انها تنفذ اللي بتقوله ده عن طريق السحر والاعمال اللي هم بيعملوها. بس انا ما كانش عندي مانع ولا كان عندي اي اعتراض لكده، تعمل اي حاجة، المهم عمر يبقى ليا وبس. لما قربت ناحية بيتنا لقيت امي قاعدة مستنياني على بوابة البيت، كانت قاعدة وحاطة ايديها على خدها. قلبي انقبض وخفت احسن يكون في مصيبة لا قدر الله. فجريت عليها وقلت لها خير يا ماما، في ايه؟ انت قاعدة بره كده ليه؟ ردت عليا وقالت لي انت كنت فين يا حنين؟ قلت لها كنت في الشغل، هكون فين يعني؟ قالت لي لا انت كدابة، انت ما كنتيش في الشغل. قلت لها لا والله كنت في الشغل. قالت لي بقول لك انت ما كنتيش في الشغل، لما اتاخرتي اتصلت بيهم في الشغل وزميلتك قالت لي ان انت روحتي بدري النهارده، كانت الساعه 12 لما استاذنتي ودلوقتي الساعه 6 بالليل، كنت فين طول النهار يا حنين؟
اوعى تكوني يا بت بتمشي كده ولا كده، انت اتعرفتي على حد يا بت؟ اوعى يا حنين، اوعى يا بنتي، احنا ناس غلابه وما حلتناش الا شرفنا. حرام عليكي يا بنتي، حرام عليكي، تربيتي فيك انا وابوكي الغلبان، الناس بيحلفوا بشرف ابوكي وسمعته لغايه النهارده. قطعتها وقلت لها بس يا ماما ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، كنت قاعده عند خالتي. اتصدمت وسكتت، وبعدين قالت لي خالتك؟ خالتك مين يا بت؟ قلت لها خالتي يعني اختك نوال. قالت لي نوال؟ وايه اللي وداكي عند نوال؟ وعرفتي طريقها منين يخرب بيتك انطقي؟ قلت لها رحت لها وخلاص، هو حرام يعني اروح عند خالتي؟ قالت لي ايوه، بدل من ورايا يبقى حرام. كملت وقالت كنت بتروحي لها من امتى وبتعملي ايه هناك؟ رديت عليها وقلت لها انا مش عارفه مالك، انت بتكرهيهم كده ليه ومش عايزاني اروح لهم ليه؟ انا من ساعه ما اتعاملت معاهم وانا ما شفتش منهم غير كل خير، مفيش حاجه طلبتها من الناس الا لما ادوها لي. قالت لي ادوها لك؟ وانت طلبت منهم ايه يا بت؟ قلت لها فلوس، طلبت منهم فلوس جدي اللي انت رفضتي تاخديها. ولا انت كنت مفكره ان كل الفلوس اللي انا بجيبها وبصرف منها دي من فلوس الشغل؟ حته الورشه الصغيره اللي قبضها اساسا ما يكملش ال2000 جنيه، ال2000 جنيه كانوا هيكفونا انا وانتي اكل وشرب وميه وكهرباء وغاز وتعب وغيره من مستلزمات الحياه. ردت عليا بصدمه وذهول وقالت لي انت بتكدبي عليا مش كده يا حنين؟ انت بتاكليني حرام، بتاكليني حرام يا حنين، ليه يا بنتي؟ قلت لها حرام ليه؟ انت الوحيده اللي مقتنعه بكده، ده ورث ورزق جاينا من عند ربنا، نرفضه ليه؟ ردت عليا بزهق وقالت لي عشان حرام. عشان حرام يا بنتي، عشان جاي عن طريق السحر والاعمال والدجل والشعوذه، حرام عليكي ويحرم عليا اي قرش هتدخليه البيت من بعد النهارده يا حنين، روحي يا بنتي منك لله. ومشيت وسابتني، وانا كمان مشيت وسبتها ودخلت اوضتي. بصراحه كده ما كنتش فايقه لها ولا فايقه للافكار الغريبه اللي هي بتفكر فيها دي، كفايه الهم اللي انا فيه. عدى عليا كام يوم من بعد الموقف ده، وامي كانت مقاطعاني تماما وما كانتش راضيه تاخد مني اي فلوس، حتى لما كنت بحلف لها ان الفلوس دي من شغلي مش من ورث ابوها برضه ما كانتش بتصدقني، لدرجه انها بدات تشتغل وراحت تمسح سلالم وتخدم في البيوت. هي امي كده غاويه شقه ومرمطه، هي حره بقى. بجد انا ما بقتش قادره اتحمل الوضع ولا العيشه دي، مش ناقصه غم ونكد. كفايه استاذ عمر اللي مش شايفني ولا حاسس بيا اساسا، وقاعد يحب لي في مراته ليل ونهار كأن ما فيش ستات في الكون اللي هي، مش عارفه على ايه بس. المهم في يوم قررت ان انا الم هدومي واروح عند خالتي، هي اللي فهماني وحاسه باللي انا فيه، وفعلا عملت كده. وانا خارجه من البيت امي شافتني وقالت لي انت رايحه فين يا حنين؟ قلت لها رايحه عند خالتي يا ماما، هقعد عندها. قالت لي تاني يا بنتي اسمعي كلامي لاخر مره، الناس دي شر والقرب منهم جحيم يا حنين، هتندمي يا بنتي والله. رديت عليها وقلت لها ارجوك يا ماما خليكي في حالك وسيبيني في حالي، انا مش صغيره، انا اقدر اقرر انا هروح فين واعيش ازاي، وكفايه بقى ظلم للناس، الناس ما شفناش منهم الا كل خير، هو في حد بيدي لحد فلوسه اليومين دول؟ انت ناسي يا عمامي عملوا فينا ايه؟ كفايه لما رحت لهم وقلت لهم يدونا ورث جدي اللي بقالنا سنين امي رافضه تاخده، قالوا لي سمعا وطاعا، هو في حد بيعمل كده دلوقتي يا ماما؟ قالت لي خلاص يا بنتي انت حره، اتمنى انك ما تندميش على قرارك ده في يوم من الايام. ورحت فعلا لخالتي وحكيت لها على كل اللي حصل بيني وبين امي، رحبت بيا وقالت لي بيتك ومطرحك يا بنتي يا حنين، ما تزعليش، هي امك كده طول عمرها مش هتتغير، بس ما تقلقيش هي قلبها طيب، وكام يوم كده وهتصفالك تاني. على العموم نورتي بيت خالتك يا غاليه. اتبسطت من مقابله عمتي وترحيبها بيا، وكمان البيت كان جميل وواسع ومليان من خيرات ربنا، ما كانش ناقصه اي حاجه، كل حاجه كانت موجوده الصراحه. بس اقول لكم على حاجه، بيت ابويا وامي ليه طعم تاني، بس مش مهم العواطف دي، المهم دلوقتي ان مصلحتي مع خالتي والموضوع اللي انا جايه لها عشانه اصلا، وهي وعدتني انها هتساعدني، وانا واثقه انها هتعمل كده ومش هتتخلى عني، وعلشان كده فتحت معاها الموضوع بالليل على طول في نفس اليوم اللي انا جيت فيه. قلت لها ها يا خالتي عملتي ايه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ قالت لي انا جاهزه يا روح خالتك، بس الموضوع متوقف عليك انتي. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي محتاجين حاجه من قطره. اتفجعت وحسيت ان كل حاجه اتهدت في ثانيه. قلت لها يا نهار اسود، حاجه من قطره؟ ازاي يعني يا خالتي، هو يعني هيقلع هدومه في المكتب؟ قالت لي اهدي يا بت، مش لازم هدوم، اي حاجه من استخداماته، زي مثلا منديل مسح فيه او كوبايه شاي شرب فيها، اتصرفي هاتي اي حاجه وانت وشطارتك بقى. قلت لها ماشي يا خالتي، اذا كان على كده محلوله ان شاء الله. طيب ومراته هتعملي فيها ايه؟ قالت لي لا، مراته دي بقى سيبيها لها اتسلى بيها، انا هاتيلي انت بس اللي قلتلك عليه في الاول. قلت لها ماشي يا ماما، هو انا ممكن اقول لك يا ماما يا خالتي؟ فرحت جدا وقالت لي طبعا يا روح خالتك، وفعلا قلتها لها من قلبي. وقتها كنت حاسه ان خالتي اقرب حد ليا في الدنيا دي كلها، واكتر حد فهمني، يمكن اكتر حتى من امي اللي ولدتني. وبصراحه هي عرفت تحتويني في الفتره القصيره اللي عرفتها فيها، وكانت شايلاني من على الارض شيل، كاني بنتها الحقيقيه بالظبط.
اتعلمت في الفترة القصيرة دي كتير من الشغل بتاعهم اللي ورثوه عن جدي، وكانت خالتي عايزة تعلمني كل حاجة. كانت بتقولي ان انا من العيلة وتعليم الشغلانة مش هيبقى صعب عليا لو حبيت يعني اتعلمها. لكن انا الصراحة ما كانش ليا خلق للتعليم. انا كل اللي كان شاغلني موضوع عمر وبس، وازاي ازيح مراته من قدامه اللي كل ما اشوفها كاني شفت عفريت دي. وكان نفسي انا اللي اكون مكانها، انا اللي اكون مرات عمر، انا بس اللي في حياته، انا بس اللي بيحبني. المهم بدأت خالتي بمرات عمر زي ما وعدتني، قالت لي انها تعمل لها سحر بفقدان العقل والجنون، اسمه سحر الرصد، وبيبقى عبارة عن مسمار طويل قوي بتدقه في الحيطة لغاية ما كل المسمار ده دخل جواها فعلا. وقالت لي ان طول ما المسمار ده جوه الحيطة هتفضل هي مجنونة ومختلة عقليا. وكمان علشان خالتي تتأكد ان عمر ما المسمار ده هيطلع من الحيطة حطت عليه اسمنت وقرت عليه كتير من التعويذ، كلام ما كنتش فاهماه. بصراحة في الاول ما كنتش مصدقاها، بس بدأت أصدق لما شفت حال مستر عمر اتغير. بدأ يبان عليه التوتر والقلق طول الوقت، حتى كل البنات اللي كانوا معايا في الورشة لاحظوا ده. ومع الأيام اتطور الحال لدرجة إنه بقى ينام في الورشة وما كانش بيروح البيت. وبكده اتأكدت إن السحر بتاع خالتي بدأ يشتغل. كان صعبان عليا وفي نفس الوقت كنت هموت من الفرح، لأن ده معناه إنه بما إنه بعد عن مراته يبقى أكيد برضه خالتي هتعرف تخليه يحبني زي ما قالت. صحيح عرفت فيما بعد إن خالتي كانت متجوزة ملك من ملوك الجان، وهو اللي كان بيعمل لها ويساعدها في كل الأعمال والحاجات اللي هي كانت بتعملها دي، علشان كده هي ما كانتش اتجوزت لغاية دلوقتي. المهم في الفترة دي كنت بقول لخالتي كل اللي بيحصل معايا بالحرف الواحد، لغاية ما في يوم جت وقالت لي بس هو ده الوقت المناسب اللي احنا هنعمل فيه عمل الجلب. قلت لها وده هنعمله ازاي يا خالتي؟ قالت لي ده بيتعمل على 7 أيام، كل يوم هتجيبي لي قطة من القطط اللي في القرية. قلت لها وبعدين؟ قالت لي كل يوم هنذبح قطة وهناخد الدم اللي بينزل منها هنقرا عليه التعويذة بتاعتي، وبعد كده هتاخدي الدم ده هترميه في اي مية جارية زي مثلا بحر او نهر، وطول ما المية دي موجودة على وش الارض عمر ما العمل ده هيتفك ابدا. وحصل فعلا. في اليوم الثامن بدأ عمر يتقرب لي بشكل ملحوظ، وبدأ يتكلم معايا في الرايحة وفي الجاية بدون اي مبرر ولا اي سبب. كنت هموت من الفرح، على الرغم ان كان جوايا صوت كده بيقول لي فوقي يا بت فوقي، ده مش هو، ده مسحور، ده مش بيحبك ولا كان عمره هيحبك ولا هيبقى ليكي، ده مش بتاعك من الاول، انت سرقاه. بس كنت برجع افوق نفسي بسرعة واقول لها مش مهم، المهم ان عمر معايا دلوقتي وبيحبني زي ما انا بحبه. وما عداش وقت كتير ولقيته بيتقدم لي في بيت خلاني، وفي خلال شهر واحد كنا متجوزين انا وعمر. طبعا ما حدش من طرفه كان موافق بجوازنا ده، بس هو قاطعهم كلهم علشاني، واشترطت عليه كمان قبل الجواز انه يطلق مراته ويرميها في الشارع، وفعلا عمل كده بدون تردد. لكن كنت بسيبه يبعت فلوس لعياله، هو برضو العيال لسه صغيرة وملهمش ذنب في حاجة. بس هو مع نفسه كده مع الوقت يعني في خلال 2-3 وقف يبعت لهم اي حاجة، حتى ما كانش بيرد على مكالماتهم لما بيتصلوا بيه. في الفترة دي كانت حياتي زي الفل، كنت ملكة عمر. ما كانش بس بيحبني، كان بيعشقني. ما كانش في حاجة نفسي فيها إلا لما بيجيبها لي، كل اللي أنا عاوزاه كان بينفذه من غير حتى أي تفكير. ما كانش معكر صفو وقتها غير أمي اللي كانت بنتها متجوزة راجل غني وصاحب مصنع، وهي بتمسح السلالم وبتخدم في البيوت. وطبعا برضو كانت مقطعاني وما كانتش راضية تاخد مني أي فلوس، كانت بتقولي إن فلوسي دي حرام وعمرها ما هتدخل بيتها أبدا. حتى بعد ما اتجوزت عمر وجوزي هو اللي بقى يصرف عليا وبطلت اخد فلوس خلاص من خلاني، برضو ما كانش عاجبها حاجة، وكانت دايما بتقولي حرام عليكي انتي سرقتيه من مراته وعياله، هي حرة بقى، اديني عملت اللي عليا معاها، هي اللي غاوية شقة ومرمطة، انا خلاص حطيت ايدي في الشق منها. واما بالنسبة لي فاعتبرت خالتي هي ام الحقيقية، كانت بتفهمني وبتحس بيا من غير ما اتكلم وبتنفذ كل اللي انا عايزاه منها. ست قوية وجدعة وفي نفس الوقت حنينة وبتحبني، وانا عاوز ايه تاني يعني؟ المهم عدت الايام والسنين وخلفت من عمر بنتين توأم. حرفيا كنت في غاية السعادة، وهو كمان كان بيحبهم زي ما كان بيحبني بالظبط. لكن للأسف سعادتي ما كملتش. في يوم لقيت عمر قايم مفجوع من النوم جنبي وبيقول لي انت مين؟ انت مين؟ قلت له مالك يا عمر، مالك يا حبيبي، انا مراتك حنين. قال لي انا معرفكيش، انت مين؟ فين عبير مراتي؟ وبدأ ينادي على مراته الأولانية، يا عبير يا عبير. قلت له عبير مين يا عمر؟ انت طلقتها قبل ما نتجوز، انت نسيت ولا ايه؟ رد عليا باستغراب واندهاش وهو بيلبس هدومه وقال لي طلقتها؟ مش ممكن، انا مش ممكن اطلق عبير مراتي، انا بحبها، انا مش ممكن اطلقها. وطلع يجري على باب الشقة وهو بينادي باسمها، وانا وقفت متسمرة في مكاني، ما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. اول حاجة عملتها جريت على خالتي، قلت لها الحقيني، وحكيت لها على كل اللي حصل.
فطمنتني في الأول وقالت لي إنها هتشوف إيه اللي حصل ده وهتتصرف، ودخلت أوضتها معرفش تعمل إيه. وبعد شوية لقيتها طلعت تاني وعلى وشها ملامح الحزن وقالت لي العمل اتفك يا حنين. اتجننت، قلت لها ازاي اتفك؟ انت مش قلتيلي عمره ما هيتفك؟ انطقي اتكلمي، ازاي اتفك يا خالتي؟ قالت لي معرفش والله يا بنتي، اتفك لوحده، إرادة ربنا. قلت لها طيب اعملي لي واحد تاني بسرعة دلوقتي. سكتت شوية وبعدين قالت لي للأسف مش هينفع، ما ينفعش النوع ده من الأعمال يتعمل على نفس الشخص مرتين. ومن وقتها قصتنا وعمر انتهت للأبد. ومن يومها وانا ما شفتش عمر تاني، وبدأت ادفع تمن كل اللي عملته. اول حاجة طبعا رحت لأهل عمر عشان اسأل عنه، قفلوا في وشي الباب واساسا ما صدقوا ان هو سابني. وبعد كده سمعت ان هو سافر برا البلد، وبقيت محتاسة بعيالي الاتنين ومش عارفة اروح بيهم فين ولا اجي منين، وخصوصا بعد ما عرفت ان بنت من بناتي جالها المرض الوحش وصرفت عليها كل ثروتي من جدي. وبعد ما خلصت كل فلوسي كل الناس اللي حواليا اتقلت مني ومن عيالي، حتى خالتي اللي كنت بقول لها يا امي طلبت مني ان انا اخد عيالي واروح لامي لانها مفيش في ايديها حاجه عشان تساعدني بيها. ودلوقتي رجعت تاني لام انا وعيالي ومستنيه موت بنتي. اقول لكم على حاجه، انا مش زعلانه على كل اللي بيحصل لي ده. عارفين ليه؟ لان دي نهايه طبيعيه لواحده دمرت حياه اسره وجننت وشردت عيالها بالسحر والاعمال والكفر، ودمرت كمان حياه عمر اكتر انسان حبيته في حياتي. وفي النهايه اتمنى ان ربنا يغفر لي كل ذنوبي وعقابي يكون بس في الدنيا مش في الاخره كمان. ولغايه هنا تكون انتهت قصه النهارده. للاسف قصه حنين مستوحاه من احداث حقيقيه. لغايه النهارده وبتقدم العلم لسه في ناس بتقع في الكفر ده وبيغريها الشيطان وبيوهمهم انهم ممكن يملكوا الدنيا كلها، لكن في الحقيقه انه بيوقعهم في مصايب كبيره جدا وممكن بسببها يخسروا الدنيا والاخره كمان. كل واحد فينا ربنا رزقه بال24 قيراط بتوعه. خليك في حالك وما تبصش للي في ايد غيرك، حتى لو غيرك كان عنده نعمة انت تتمناها وارد برضو يكون عنده بلاء انت ما تستحملوش. ربنا يعافينا ويعافيكم ويرضينا باللي عندنا. ولغاية هنا تكون انتهت قصتنا النهاردة، واشوفكم في قصة جديدة مع إسراء زهران.